مش انت عارف انك مش دايما بتاكل عشان جسمك محتاج؟ يعني انت ساعات بتاكل عشان دماغك بتقول لك كل ده، عارفه. بس اللي انت مش عارفه ان قرار الاكل اكتر من 90% منه هو بيجي اصلا مش من معدتك، بيجي من دماغك، من اللوزه الدماغيه. في بقى حاجه، اللوزه الدماغيه دي مسؤوله عن الخوف والتوتر والذكريات. يعني لما انت بتتوتر او بتحس بالوحده، خدت بالك من اللعبكه دي؟ اللوزه بتبعت اشارات: يا باشا احنا في خطر، خليك امن، روح اعمل الحاجه اللي انت عارفها. انت تعمل ايه؟ تروح تاكل. عشان كده في ناس بتاكل وهي مش جعانه، بتاكل بقى وهي محصوره وهي زهقانه وهي مش طايقه نفسها وهي حاسه بالوحده. الاكل ما تحاولش ان هو حاجه عايز منها طاقه، الاكل هو الكومفورت زون اللي انت بتروح لها نتيجه ميموري معينه انت بتحاول تهرب منها. للاسف بقى الجسم بتاعك متخلف، هو بيتعامل مع كل ده على يا باشا دهون داخله. انا مالي، انا تحت تهديد، عندي خطر، عندي جنون، فهعمل ايه؟ خزن خزن خزن. الحل ايه؟ الحل بسيط وصعب جدا. لو كل مره انت جعان سالت نفسك دلوقتي حالا وانت رايح تاكل: هل انا جعان بجد؟ بطني فاضيه؟ ولا انا متضايق؟ ولا انا زهقان؟ ولا انا لوحدي؟ لو انت فصلت الجوع الجسدي عن الجوع العاطفي هتتحرر. الاكل قرار نفسي. انا عايزك في كل مره تكون واعي وانت بتاخد القرار ده ان المره دي القرار ده مختلف. لو كل مره انت جعان سالت نفسك ايه اللي بيحصل دلوقتي وكسرت الدايره دي، خلاص دي المره الوحيده اللي هتنجح. مفيش دواء ممكن يساعدك، مفيش حقن هتساعدك. نجاتك المره دي في عقلك، انك تكسر الباترن ده. كل مره انت هتاخد قرار مختلف انت هتخلق مسار جديد في عقلك، هيبدا يتخزن عندك ان انت بقى عندك خبره فعلا انك تتجاوز ده، مش انك تهرب بيه للاكل. كل اللي انا عايزه منك المره دي انك تكون واعي لده. نجاتك مش في دواء، ونجاتك مش في حقن، ونجاتك مش في جلسات. نجاتك المره دي اقسم بالله هتكون في عقلك، لان الجوع بدا بعقلك.